طول الوقت بنقول لنفسنا أنا ظروفي صعبة، أهلي، بيئتي، الوقت مش مناسب. بس السر اللي هقولهولك النهاردة هيخليكي ترمي كل الشماعات دي وتفتحي صفحة جديدة تماما. تعالي اقعدي جنبي وهاتيلك المشروب اللي بتحبيه، وتعالي نكتشف أول فخ بيوقف حياتك وانتي مش دريانة. أول فخ الشماعات والظروف. الظروف صعبة ومحدش بيقلل من وجعك، بس الفرق بين اللي كملت وبين اللي عطلانة هو قصة الظروف. في ناس طلعت من أصعب البيوت ووصلت للقمة، وناس ظروفها زي الفل وعطلانة برضو. كلنا في امتحان، بس السؤال الحقيقي هل امتحانك هو اللي سايقك ولا انت اللي هتسوقي حياتك؟ وهقولك المفاجأة اللي بتخليكي تخافي أصلا لما يجيلك خير. تاني حاجة أسطورة الخوف من النعم وخرافة الخازوق. عارفة فكرة لازم لما يجيني خير يجي وراه خازوق؟ دي أكبر كذبة بنقنع بيها نفسنا. لما بتشوفي حد ناجح ورسول سلام ومرتاح، مخك بيحاول يطمن نفسك ويقول أكيد تعيس في حاجة أو في سر. ليه ما تبقيش متأكدة ان الخير كله ممكن يجيلك انت كمان؟ بس عشان يجيلك لازم تصممي ورقتك بنفسك، وتكوني عارفة ايه أول خطوة لتصميم حياتك الجديدة. وتالت خرافة، رسم الحياة المثالية. أغلبنا مش بيوصل للشيء لأنه ببساطة مش عارف هو عاوز ايه. اقعدي مع نفسك بورقة وقلم وارسمي صورتك بعد 5 سنين. بتصحي الساعة كام؟ لابسة ايه؟ شكل بيتك ايه؟ دينك وعلاقاتك وروحك عاملة ازاي؟ لما الصورة دي تبان في عقلك هيبدأ يتحرك نحوها. بس فاضل شرط واحد عشان الصورة دي تتحقق على الأرض. عارفة ايه هو؟ الشرط هو شجاعة الطلب. انت بيجيكي في الحياة اللي عندك شجاعة تطلبيها. لما بتدعي ربنا بلاش تستكتري حاجة كبيرة على نفسك. ربنا كريم ومفيش حاجة كبيرة عليه. وافتكري دايما لو دخلتي مطعم وقعدوكي جنب المطبخ وحسيتي بضيق، كفاية انك طلبتي بكل شياكة تغيري الترابيزة وهتتغير. ليه بقى في حياتك بتسكتي وتقبلي بأقل مما تستاهلي؟ والخرافة الخامسة، إحساس الاستحقاق وعقدة الذنب. ليه لما حاجة حلوة بتحصلك بتخافي وتقول أنا مستاهلهاش؟ ده عدم ثقة وعدم حب للنفس. انت تستاهلي كل خير وفرحة، والخير مش معناه ان البلاء جاي وراه. اشتغلي على انك تقبلي النعم بقلب مفتوح وبدون خوف. بس تخيلي مين ممكن يكون اكبر فرامل بتشدك لورا وانتي مش واخدة بالك. سادس حاجة، فلترة الأصدقاء والعلاقات السامة. أصحابك المقربين هما اللي بيحددوا مسار حياتك. لو قاعدة مع ناس طول الوقت بينتقدوك وينكدوا ويبصوا في رزقك، طاقتك هتهرب وهترجعي بيتك مطفية ومستنزفة. اعملي تنظيف للستة معارفك من غير دراما ولا خناق. مش فاضية، ورايا مشوار، كفاية جدا. بس يا ترى هل كل صاحب حلو لازم ياخد نص يومك؟ اعطاء الأصدقاء حجمهم الطبيعي. حتى الصحاب الطيبين لازم تحطيهم في حجمهم الصح. أصحابك جزء جميل في حياتك، بس مش هم حياتك كلها. وقتك ونشاطك ملك لأهدافك وبيتك ونفسك. كوني حازمة في إدارة وقتك عشان تسيبي مساحة للسكينة والروقان. وعارفة ايه السحر اللي بيزود النعم في يومك بشكل لحظي؟ وهو قوة الامتنان. ولئن شكرتم لأزيدنكم. الامتنان الحقيقي مش مجرد كلمة بنقولها، ده إحساس دافي من جوه. اقعدي بالليل واكتبي 5 حاجات بسيطة امتنيتي ليهم النهاردة. جو حلو، شاي دافي، كلمة طيبة. لئن شكرتم لأزيدنكم، ده وعد رباني. كل ما تذكري في النعم تكتر. وهقولك السر ازاي تخلي الناس كمان تحب تخدمك وتديكي اكتر. وهو الشكر في التعاملات اليومية. لما حد يعملك حاجة بسيطة حسسيه بامتنانك وفرحتك الحقيقية. جوزك، مامتك، زميلتك في الشغل. اظهار الفرحة بالشكر بيخلي اللي قدامك يتمنى يقدملك اكتر بكتير. الشكر بيفتحلك القلوب وبيخلي الطاقة الإيجابية حواليك.
بس أوقات كتير بنشتكي إن ما عندناش وقت للشكر والروقان. يا ترى وقتنا بيروح فين؟ استعادة وقتك وتوفير طاقتك. وقتك هو أغلى عملة بتملكيها. لو بتضيعي 90% من طاقتك على مسلسلات عمالة على بطال وسوشيال ميديا وشورتس، ما تستنيش حياتك تتغير بال10% الباقيين. لمي وقتك وسيبيكي من التشتت الرقمي اللي بياكل دماغك ويرجعك لورا. وعارفة ايه أفضل حاجة تعمليها لما تحسي بالزهق؟ اسمحي لنفسك تزهقي. الملل الخلاق هو المنبع الأصلي لأجمل أفكار في حياتك. اعملي كوباية الشاي الهادية واقعدي في البلكونة أو في أوضتك وتنحي بهدوء. سيبي مخك يفرز أفكاره ويحل مشاكله بنفسه من غير ما تحشيه بمشتتات. ودلوقتي ايه أول خطوة عملية تحرك المركب الشاطحة؟ مش لازم تشوفي الطريق كله عشان تبدأي. لو سايقة عربية بالليل في طريق ضلمة، النور بينورلك 5 أمتار قدامك، وده كفاية جدا عشان تمشي وتوصلي. وما تستنيش الخطط الكبيرة المثالية. قومي وخدي أول خطوة صغيرة النهاردة، لأن الحركة بتجيب حركة والسرعة بتجيب شغف. وافتكري دايما إن ربنا مش هيبتليكي ولا يطالبك بحاجة إلا وهو عارف إنك قدها وشاطرة وتقدري تعديها. الظروف القاسية دي هي امتحانك، ونجاحك فيها هو اللي هيصنع منك الست القوية الرايقة اللي بتلهم كل اللي حواليها. ما تخليش الامتحان يحبسك جوه الصندوق. عزيزتي، انتي تستاهلي تعيشي حياة هادية حلوة ومليانة نعم ورضا. نفضي غبار الظروف وخدي خطوة بسيطة النهاردة وعيشي ببال رايق وبس. وما تنسيش تدعميني وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وبعتي الفيديو ده لأكتر صاحبة محتاجة تسمع الكلام ده سوا.